هي دي الحاجة الأساسية اللي احنا بنربي عليها البط المسكوفي عشان تاخدي منها أعلى أوزان وأعلى أحجام، وتاخدي منها مفيش افتراس، مفيش أي مشكلة مع البط. يبقى أنت لازم تستخدمي الحاجات دي، وبالذات المكون ده. المكون ده مكون خطير بالنسبة للبط، إن هو ما يحصلوش افتراس. استعملي المكون ده. المكون ده بسم الله ما شاء الله عليه ساحر، زي ما انتم شايفين كده. والبطاطا دي نية ودي مستوية اهي، طبعا نص سلقة شايفينها اهي اهي، زي ما انتم شايفين كده، سهله في بشرها اهي، زي ما انتم شايفين كده بسم الله ما شاء الله اهي. فلازم البطاطا برده ايه تديها نص سوا كده، والعيش برده ماشي، والبطاطا والحاجات دي. وهنا طبعا انا ما بستغناش عن العلف، برده بجيب علف مرطع زي ما انتم شايفين. بس الاساسي هو المكون ده، الاساسي انتوا شايفين العيش والعلف والدشيشه والرده وكل ده انا بستخدمه، بس الاساسي المكون ده. طبعا هنتفرج على الفيديو ونشوف المكون ده ايه اللي بيرفع معانا الاوزان، وبيخلي معانا البط بسم الله ما شاء الله بحجم الخروف، وبيخلينا مفيش افتراس، مفيش نهش، مفيش تساقط ريش، مفيش اي حاجه ان هي تاذي البط. والبطاطا يا جماعه والعيش دول اساسي معانا، بطاطا عيش المكون ده الرد بس. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. حبايبي عاملين ايه؟ اتمنى يا رب تكونوا في خير وفي احسن حال. جاينا النهارده من عند البط المسكوفي، اللي ما رباش بط مسكوفي او ما رباش بط بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، وبياكل اي حاجه. بس في حبه حاجات وحبه تكات كده بنعملها لهم، عشان طبعا ايه ما يبقاش عندنا حاله افتراس، ويبقى معانا ما فيش مشاكل بالنسبه ان هو يجيله كساح ولا اي حاجه. فبسم الله ما شاء الله يعني بنعمل حبه حاجات. الناس طبعا اللي متابعانا عارفه ان احنا الخلطات والحاجات، وفي حاجات بنضيفها عشان نقوي بيها البروتين. طبعا الشتاء جه والخير جه كله. الشتاء طبعا البطاطا يا جماعه برخص التراب دلوقتي، بس احنا ما بنقولش هي البطاطا غاليه، بس مش البطاطا السليمه. احنا بنجيب البطاطا الكسر، وبنجيب البطاطا اللي هي مش للاكل زي ما انتم شايفين كده، والبرسيم والكرنب. وبسم الله ما شاء الله خير خير الشتاء حلو. ومعانا هنا دي املاح فوسفات صوديوم. دي طبعا عشان احنا السن الصغير بنديلهم حاجات عشان الافتراس، واحنا دلوقتي طبعا منعنا عليهم، كنا بنديلهم السمك. فطبعا احنا دلوقتي ما بنديش السمك، بندي السمك في فتره التريش بس. بعد كده احنا بنستعمل لهم بقى الخلطات الطبيعيه. فاحنا هنحط حبه اللي هو الاملاح دي، حبه كده حبه كده زي ما انتم شايفين. طبعا الخلطه دي ما فيهاش الا عيش وبطاطا، وفيها كرنب، وفيها برسيم. حبايبي الغالين في كل مكان، ما تنسونيش اللايك والاشتراك وكومنت حلو منكم، عشان طبعا ان احنا نستمر ونوصل لكم مننا كل جديد. احنا طبعا النهارده جايين من عند البط دوت اللي هو الكبير. وطبعا دي العلة اللي احنا بنحطها، طبعا حاجات بسيطه جدا جدا على الاكل ده، علف على رده على دشيشه. فطبعا احنا بنحط ايه يعني عشان نزود القيمه الغذائيه بتاعتها، لان احنا طبعا بنحط عيش وبنحطش ايه غير بنحط العيش والبطاطا والبرسيم، ومعاهم ورق الكرنب. ودي كلها فيها قيمه غذائيه وفيها املاح وفيها حاجات بسم الله ما شاء الله جميله جدا. طبعا زي ما انتم شايفين احنا طبعا البط قافلين عليه، عشان طبعا لو طلع على الخلطه دي مش هيخلينا ان انا ايه ادربها زي ما انا عايزه. زي ما انتم شايفين كده الخلطه دي كانت 3 كيلو عيش، حطينا عليهم 2 كيلو بطاطا، وحاطين عليهم ربطه برسيم كبيره كده، وحاطين عليهم ورق الكرنب، وحطينا عليهم طبعا معلقه الاملاح دي، عشان نضمن ايه برضو ان احنا طبعا في الفتره الصغيره فتره التريش زي ما قلنا بنحط لهم السمك عشان ما يجيلهمش حاله افتراس. لان طبعا احنا ما بنربيش الا بحاجات بسيطه جدا من العلف، عشان طبعا العلف كمان غالي. وغير كده احنا عايزين الطعم اللي هو بتاعنا بتاع زمان، ان احنا ناكل الحاجات الطبيعيه بتاعتنا بتاعت زمان. بس بندي السمك فتره التريش عشان ما يعضوش في بعض وينهشوا في بعض، والمشاكل ايه اللي بتحصل معانا بالنسبه للبط والبط المسكوفي بالاخص. هنفتح ليه دلوقتي هنأكله. وزي ما تشوفوا انت كده طبعا معانا الناس طبعا اللي ما ربتش البط المسكوفي يعني بسم الله ما شاء الله يا ريت تربيه، عشان بصراحه يعني انا جربته. انا طبعا كمان انا مرقده، هو قالوا ما بيرقدش، بس الحمد لله يعني انا جبته والحمد لله انا رقد عندي. انا مش عارفه بقى يعني البط المسكوفي كله ما بيرقدش ولا في انواع ولا ايه، بس انا يعني اللي عندي ده مسكوفي. فبسم الله ما شاء الله اللهم بارك يعني
انا عندي على 3 شهور بيشيل معايا 5 كيلو، بيشيل اوزان يعني 5 كيلو. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، يعني حاجه بسم الله ما شاء الله جميله جدا. فبسم الله ما شاء الله يعني احنا بنعمل الخلطه دي، مربيه عليها ليا سنين البط. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك يعني، وواخده منه اعلى نتيجه واعلى اوزان. وبالنسبه ان انا برقد برضو، فبسم الله ما شاء الله يعني انت بتجيلك حاجه في البيت، انت معاكي حاجه بسم الله ما شاء الله كنز. ان انت تربي بط مسكوفي في البيت ويرقد، ده كنز بالنسبه لك. بس طبعا احنا بنقول احنا بنحافظ عليه من اي مشاكل اللي هي الافتراس. فطبعا احنا بنستعمل السمك، عشان طبعا السمك فتره التريش ديت ما يضعفش معانا، لان احنا بنبقى من بدايه الاسبوع او الاسبوعين احنا بنقلل العلف. فطبعا قللتي العلف فلازم تديله بدايل زي ما انتم شايفين كده بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. فلازم تديله بدايل ان هي ما تخليهوش يضعف معاكي، ولا يسقط ريش، ولا يجيله كساح، ولا ينهش في بعضه. لان طبعا في ناس كتير بتشتكي من البط ونهشه في بعضه وكده بيخليه يخس معانا. فاحنا لازم نحافظ عليه. لان انا اول ما جبت البط ده ما كنتش اعرف، فحصل عندي افتراس واللي هو النهش في بعضه ده وعور بعضه، ده كان بعد الشهرين كمان. فرحت طبعا اداني زيت سمك واداني صدف واداني حاجات كده، قال لي عشان تساقط الريش وعشان كده. بس انا طبعا يعني ما اعتبرتش الدواء ده يعني هو يعني عملت بيه كذا مره، بس حسيت ان هو ما فيش نتيجه زي ما انا عملت السمك الطبيعي. ان انا بعمل له عمليه زي تجفيف كده، بجيب السمك اللي هو طبعا مش للاكل او لتنظيف السمك، وبتوطي عليه على الاخر كده لغايه تعمله زي عمليه تجفيف كده، بتنشفيه خالص. وبعد كده بتلفيه بقى بحبه رده، بحبه عيش مطحونين. بسم الله ما شاء الله يعني جربي هتشوفي هيديكي نتيجه بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، حاجه جميله جدا. هو طبعا انا عندي البط كله اسود بسم الله ما شاء الله، زي ما انتم شايفين كده البط البسكوفي اغلبيته بيبقى اسود. انا عندي دي بيضه اهي، بس الاسود بيبقى طبعا الحجم بتاع الاسود غير اللي هو الاسود خالص، غير الابيض في اسود. زي ما انتم شايفين كده بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، زي ما انتم شايفين اللهم بارك يعني. فالحاجه اللي احنا بنربيها في البيت وبالنسبه للبط جميل جدا، وكمشروع جميل جدا ان انت تربي بط وبعدين يوصل معاكي الاوزان دي بسم الله ما شاء الله اللهم بارك يعني. احنا طبعا حاطين لهم الاكل، هم خايفين عشان احنا قاعدين، لان انا طبعا حطاهم في مكان وسايبتهم. وطبعا انا بقيت قدامهم اكل من بالليل، لان دول طبعا خلاص انا ايه خلاص كده على الذبيح يعني، هم كده عندهم 3 شهور فكده خلاص انا ايه بضعف لهم الاكل يعني. وطبعا الاكل اللي احنا بنديهولهم مش مكلف، ان احنا بنحط العيش طبعا انا متوفر عندي دلوقتي، والبطاطا متوفره، فحاجه بسم الله ما شاء الله جميله جدا زي ما انتم شايفين كده. هنخش بقى عند الصغير واوريكم برده الصغير اللي عندنا دوره تانية غير دي. شايفين كده دي الدوره التانية، دي الدوره اللي معايا الصغيره على القناه زي ما انتم شايفين بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. ده طبعا ده اعمار مش عمر واحد، زي ما انتم شايفين بسم الله ما شاء الله. طبعا ده كمشروع احنا عاملينه في البيت. طبعا الحاجه اللي بتعمليها في البيت ومربين معاها كده، دول كله بط رقد. طبعا البط ده لسه صغير، الكبير ده لسه ما كملش شهر. طبعا احنا برضو نفس الخلطه اللي احنا عاملينها لهم، الجزر والعيش زي ما انتم شايفين كده بسم الله ما شاء الله. البط بسم الله ما شاء الله الخلطه من غير ما احط لها اي حاجه، بس طبعا انا ايه بضيف لها، انا عامله لهم طبعا العلف اللي هو الناعم اللي هو ده لسه عشان ما غيرتش. فطبعا ايه هحط لهم كده الحبه دول اهو. هنخلط طبعا وايه وهنعمل لهم العلفات، هم هيتجننوا، هم بياكلوا من غير يعني مش لازم ان انت تحطي علف ولا اي حاجه، بس احنا عشان نحافظ عليهم من اي مشاكل احنا دول طبعا ابتدينا نديلهم السمك عشان الافتراس، لان احنا طبعا قللنا كميه العلف. فعشان تقللي كميه العلف لازم تحافظي على البط ان هو يضعف منك او تجيله مشاكل الافتراس او يسقط ريش او اي مشكله. فاحنا لازم نحط البط اللي هو ايه الحاجه ان احنا ما نخلوش يخس معانا. طبعا هم هيتجننوا فاضيين العلفات. طبعا احنا ما بنحطش علف صافي، نحط خلطات، فهم طبعا هيتجننوا. فاحنا هنحط لهم ايه العلف، هنعمل لهم العلفات بسم الله ما شاء الله. ولازم برضو البط المسكوفي او الطيور عامه لازم في الشتاء ده تخلي بطنهم ناشف عشان ما فيش اي مشاكل تيجي لهم.
زي ما انتم شايفين كده بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. اللهم بارك، يعني حاجه جميله جدا اهي. الخلطه اهي زي ما انتم شايفين بسم الله ما شاء الله، يعني مش مكلفه، وان انت تربي باي حاجه هتربي وتاخدي اعلى اوزان ان شاء الله بخلال البط المسكوفي ده ان شاء الله. فيعني نصيحه اللي عايز يربي بسم الله ما شاء الله، يعني البط المسكوفي احلى مشروع، وبسم الله ما شاء الله يعني مكسبه جميل جدا، لان طبعا هو بيتباع زي البلدي، هتبيعي منه هتبيعه زي البلدي، وهتاكلي منه برده زي البلدي. بس طبعا حبه حاجات اللي احنا قلناهم، ان احنا نحاول ان احنا ما نخليش البط ان احنا بنحط له المكونات اللي هي ما تخليهوش يضعف معانا، اللي هي السمك. فبسم الله ما شاء الله يعني بتاخدي منهم اعلى نتيجه واحلى اوزان. فزي ما انتم شايفين كده بسم الله ما شاء الله اللهم بارك اهو. طبعا ده البط ده اعمار، مش عمر واحد. زي ما انتم شايفين بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. اللهم بارك. حجم البطه دي لسه ما كملتش شهر. بسم الله ما شاء الله زي ما انتم شايفين بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. حاجه جميله جدا، وحاجه يعني مش هتشيلي لها هم بالنسبه للبدائل اللي احنا بنعملها. وبالنسبه طبعا البطاطا موجوده في السوق، والخير طبعا والشتاء يعني خير الشتاء كتير. البرسيم، الكرنب، كل ده فيها عناصر فيتامينات وعناصر املاح، ويعني مش هتحملي لهم هم في الشتاء. وفي الصيف برضو بنتصرف وبنجيب برضو البطاطس، يعني الموسم البطاطس موجوده بنعملها بنستخدمها. البطاطا موجوده، اي نوع من الاتنين بيدينا نفس النسبه. وحتى لو ربيتي على العيش بس بنحط نسبه اللي هي العيش اساسي معانا. العيش اساسي معانا. فالعيش بسم الله ما شاء الله، والرده بسم الله ما شاء الله. مش هنقول بقى الرده بتخسس، لا، الرده بتعمل لحم بس مش لوحدها، بتدي الرده مع العيش، مع طبعا احنا بندي السمك في الفتره الصغيره. وهم كبار بقى احنا طبعا بنضيف بقى ايه الدشيشه، بنضيف لو كسر فول، يعني كل واحد ومقدرته، وحبه علف. وبالنسبه ان هو كبير، ولما بيكبر خالص يعني بعد 3 شهور خلاص انت كده اسستيه. ممكن تاكلي عيش وخضار، عيش وبطاطا، عيش وبطاطس، بيديكي برده بسم الله ما شاء الله اوزان. يعني البط المسكوفي ده بسم الله ما شاء الله كل ما بيقعد بيشيل اوزان، والميزه فيه ان هو ما بيخسش، يعني كل ما بيقعد بيزيد معانا. فبسم الله ما شاء الله على 3 شهور يعني بيديكي وزن، وبعد كده بيديكي تاني وزن، يعني ما بيقفش على كده، كل ما بتقعد الحاجه عندك بتديكي وزن تاني. بس فيا رب اكون افدتك لو بمعلومه صغيره، ويكون الفيديو نال اعجابك. وحبيبتي الغاليه ما تنسينيش اللايك والاشتراك عشان يوصلك مني كل جديد، وكومنت حلو منك يا حبيبتي عشان طبعا قناتنا تكبر بيكم ان شاء الله. واقول لكم حبايبي الغاليين اشوفكم على خير واتمنى لكم السعاده والخير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.